الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وحصنا حصينا من نزوات النفس ووساوس الشيطان اللعين. نحمده تعالى ونستعينه ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من قال ربي الله ثم استقام. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، صلى الله وسلم عليه. ما تجدد الإيمان في القلوب بتجدد فضائل الليالي والأيام، وعلى آله الغر الميامين وصحابته الكرام من الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، يقول البارئ جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن الصيام مما يتجدد به الإيمان في قلوب المؤمنين، ويحصلون أسراره الظاهرة والباطنة في النفس والروح والجسد والفرد والمجتمع. ويستفاد هذا من النداء الإيماني الذي يسترعي القلوب للاهتمام عندما تسمعه الآذان وتعيه الأفئدة بإمعان: يا أيها الذين آمنوا آمر عز وجل إياهم بالصيام وبما يكتسيه من أهمية وينطوي عليه من أسرار، والتي من أهمها تقوى الله تعالى في السر والإعلان لعلكم تتقون. والتقوى أيها الأحباب من أبرز مقاصد الصيام الداعية لفعل الخير وإلى التحلي بحسن الخصال والمانعة من الوقوع في المعاصي وسوء الفعال في كل الأحوال. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. ولذلك يذكر العلماء أن الصيام ينقسم حسب مقامات الصائمين فيها إلى 3 أقسام. القسم الأول صوم الظاهر. القسم الأول أيها الأحباب صوم الظاهر، وهو الصوم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو كاف في صحة الصيام من حيث الأحكام الظاهرة. القسم الثاني صوم الباطن، وهذا هو اللي خص الإنسان يرد فيه البال ويجمع راسه ويرد البال ويجتهد. صوم الباطن أي السلوك التابع للقلب، وهو مع ما سبق يشتمل على حفظ اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح مما حرم الله تعالى. هنا يصير سورة البال ويعلم أن الصيام الحقيقي هو صيام الجوارح. راه ما خشي الإنسان يكون صايم وطلق اللسان فيما حرم الله، في أعراض الناس، في الغيبة وفي النميمة وفي القيل والقال وفي سب الدين وسب الله عياذا بالله. الإنسان ديال خصو يصوم على ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك صيام البصر لا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى.
الصيام الحقيقي أيها الأحباب هو صيام الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. كذلك الإنسان يرفض بال هذا الشهر شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ما خص الإنسان يبقى تحت الجدال وفي النقاشات مع الناس. وكاين في أمن الناس إلا قصوا بحال يقص الجمرة. اعلم أخي الكريم أنك في واحد الشهر فضيل، شهر عظيم كان تقربوا فيه الله سبحانه وتعالى. حتى إلى أذاك واحد الإنسان بكلمتين ولا أذاك بشي حاجة قل إني صائم، إني امرؤ صائم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولك، قل إني امرؤ صائم، باش الإنسان تحت الجدال وفي النقاشات. كثير من الناس في رمضان عاد يجهد عندهم هذا النقاش والعراك والدبزة. نسأل الله الهداية للجميع. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فقد اشتمل هذا الحديث على مجموعة من أسرار الصيام، أهمها أنه سر بين العبد وربه، أنه سر بين العبد وربه، فخصه سبحانه وتعالى بالسرية وغيره من العبادة ظاهر، وأنه جنة وستر ووقاية لصاحبه من الوقوع في المعاصي والشهوات وكل السلوكات المنافية للتقوى التي هي مظنة الحماية من المهالك، إذ لا يستفيد من صيامه حينها وتكون عبادته بغير ثمرات. القسم الثالث من الصيام فهو صيام المراقبة والتقوى، وهو الصيام عن الدنيا بالزهد فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد مما في أيدي الناس يحبك الناس. ولا يعني الزهد هنا ترك الدنيا والانزواء عن العمل فيها. الله قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وإنما يعني تسخيرها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكل من حاسب نفسه على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهو زاهد في الدنيا. الإنسان اللي كيحاسب راسه منين جبت الفلوس وفين غادي ننفقه، هذا راه زاهد في الدنيا، ماشي ما لا يبالي، حرام، كلشي عنده مخلط، كلشي بحال بحال. فكل من حاسب نفسه على ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهو زاهد في الدنيا راغب فيما عند الله تعالى. ويكون الصيام كذلك بدوام الذكر والمراقبة، إذ الصيام أيها الأحباب إمساك عن الشهوات مما ينير قلب المؤمن فيستنير بنور الله فيحب فعل الخير ويطمئن إليه ويبتعد عن الشر ويجتنبه. وهكذا عباد الله يرتقي الصائمون بصيامهم متفاوتين في درجات ومراتب، يتفاوتون فيها حسب إخلاصهم ومراقبتهم لله تعالى بتعرضهم لنفحات الصيام وأسراره الباطنة والظاهرة، فيكونون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام فإن مثل الصائم. اسمع أيها الأخ الكريم ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام فإن مثل الصائم مثل رجل معه سرة مسك، فهو في عصابة أي جماعة من الناس، ليس مع أحد منهم مسك غيره، كلهم يشتهي أن يجد ريحها، وإن
اسمع أخي الكريم ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شوفوا هذا الفضل، شوفوا هذا الفضل الكبير. وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا فضله المتوالي عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، إن الصيام الذي يحقق التقوى ويجدد الإيمان ويزكي النفس والروح والجسد حتى تظهر منافعه على المجتمع والمحيط متوقف على جملة من الأمور، نذكر منها أولا الإخلاص، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذ الإخلاص في الأعمال هو روحها ولبها. إذا ما كانش الإخلاص في الأعمال، في الصيام وفي الحج وفي الصلاة وفي الزكاة وفي جميع الأعمال، راه إذا ما كانش الإخلاص راه الإنسان بحال ما دار والو. الصلاة لله، الزكاة لله، الحج لله، الصوم لله، وكل الأعمال اللي كديرها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الصدقات كثير، داك الشيء اللي كتنفق يكون لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. إذ الإخلاص في الأعمال هو روحها ولبها، كما قال ابن عطاء الله: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فكل عمل فاقد للإخلاص لله عز وجل لا ينتفع به صاحبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ويضاف إلى الإخلاص الإتقان في العمل، لما ورد في رواية أخرى لمسلم أيضا: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيعمل الصائم على حراسة صيامه من المفسدات المادية والمعنوية التي قد ينجر إليها طوعا أو كرها. ثانيا، السلامة من ظلم العباد. فمن ثمار الصيام المرجوة وفوائده الاجتماعية المحققة للحياة الطيبة السلامة من ظلم العباد. إياك ثم إياك ثم إياك من ظلم العباد أيها الصائم، إياك ثم إياك من ظلم العباد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث ميزان، الإنسان خصو يدير هذا الحديث قدامه ملي يبدا رمضان يسمي سالي، ديرو قدامك. راه لا يعقل أنت صائم وكتخادع عباد الله، لا يعقل أنت صايم وكتقول الكلام الذي لا يليق، لا يعقل أنت صايم وكتقول الكلام اللي يغضب عليه سيدي ربي سبحانه وتعالى، وانت متخبط في المحرمات، حتى في رمضان ما متقيش الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث كما قلنا ميزان يزن به المؤمن صيامه ويتفقد به أحواله مع الناس في رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا
اسمع إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصينا فيقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهو الزيادة، ولا تناجشوا وهو الزيادة في ثمن السلعة دون إرادة. كيرفع الإنسان ثمن ديال السلعة إما بغضا أو محبة لصاحب السلعة، وهذا لا يجوز في شرعنا أيها الأحباب الكرام. ويقول: ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، هذه بعض مقاصد الصيام وأسراره التي تتحقق بالإخلاص والتقوى ودوام المراقبة والسلام من أعراض الناس وأموالهم ودمائهم، وتسل الضغائن والأحقاد من القلوب. ورمضان فرصة أيها الأحباب الكرام. هذا رمضان اللي جا له في الصيام إن شاء الله كثير من الناس ماتوا، رحلوا عن هذه الدنيا، وانت وأنا أعطانا الله واحد الفرصة باش نرجعوا لله سبحانه وتعالى، باش نتوبوا له سبحانه وتعالى. هذه الفرصة قد لا تعوض مرة أخرى. رمضان فرصة المؤمن ليخلص نفسه من هذه الأمراض وغيرها، حتى يهذبها ويقوم سلوكها، فيعيش الناس في أنفسهم وفي مجتمعهم حياة طيبة مطمئنة كما وعدهم بذلك الحق سبحانه وتعالى. ألا فاغتنموا عباد الله الأوقات الفاضلة، اغتنموا الأوقات الفاضلة في سائر الأحوال، واعمروها بالطاعة وجميل الخصال، وأكثروا من الصلاة على من تتنزل عليه الرحمات، بالصلاة على من تتنزل عليه الرحمات والبركات، وتقضى به الرغائب والحاجات، وينال بها حسن الخواتم ورفيع الدرجات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين، خصوصا الأنصار والمهاجرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. وانصر اللهم من وليت أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصر عزيز تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين، واحفظه اللهم بحفظ كتابك، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير جل مولانا الحسن، وشد أسراه بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير جل مولانا رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنك سميع مجيب. وتغمد اللهم بواسع رحمتك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم اجزهما عنا خير ما جزيت محسنا عن إحسانه، وارفع مقامهما في على عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وأمهاتنا وسائر موتانا وموتى المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم قوي إيماننا بنور معرفتنا، وخلقنا بأخلاق القرآن وأسرار الصيام، واجعلنا من الرابحين. اللهم اجعلنا من الرابحين في هذا الشهر المبارك السعيد، واجعله محطة لنا للإقبال عليك والوقوف على بابك والإنابة إليك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم ارم الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.